السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ فاتي 21. اليوم ان شاء الله كما كتشوف معايا في الفيديو غادي نحضروا اسرع ليكيش، يعني تيجيو بهاد العجينه اللي هي سائله وهاد الحشوه اللي هي اقتصاديه بزاف. وبلا ما نطول عليكم بزاف نجي نشوفوا المقادير وكذلك طريقه التحضير. مرحبا بكم معايا مره واحده اخرى. بالنسبه للمقادير هنا غادي نحتاج شويه ديال لدند ولا صدر ديال الدجاج، بصيله مشلضه، حبه ديال الفلفله تاهي مقطعه مربعات، جوج حبات ديال الخيزو محكوكين في الجهه الغليظه كما شفتوا. غادي ناخذ مقيله غادي ندير فيها ديك البصيله، غادي نضيف فيها الفلفله كما شفتوا معايا خضره، وغادي نضيف عليها شويه ديال الزيت ومليحه، وغادي نديرهم يتصهدوا غير شي شويه وغادي نردهم ونكمل. بالنسبه هنا للخضره يعني يمكن لكم ديروا اي خضره بغيتو واي خضره كتحبوها ولا متوفره عندكم في الدار، يعني داكشي اللي كاين قادو به صاوبوا به. انا كانت عندي الفلفله خضراء درتي الفلفله خضراء وخزو، ممكن لكم تضيفوا القرعه، ممكن لكم تضيفوا الكرهم، ممكن لكم تضيفوا بزاف 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 د الحوايج. يعني هاد اللي كاينش اللي مالحين بزاف ما يدار فيهم. هنا بعد ما تصهدت لي ديك البصيره مع ديك الفلفله غادي نضيف عليها ديك لادند ولا الدجاج ديالو اللي كان، يعني ماشي مشكل بحال. غادي نضيف عليها شويه ديال الابزار كما شفتوا، وغادي نضيف هنا كذلك التحميره. يعني بالنسبه للعطريه ضفت انا غير الابزار والتحميره فقط، ما ضفتش حاجه واحده اخرى. دابا غادي نضيف ديك خيزو وغادي نرجعهم على البوطه يتشحروا. غادي نضيف كذلك شويه ديال الزعتر عليهم، حيت انا هذيك اللقطه ديال الزعتر والتحميره ما عرفتش كي دارت تمسحات لي كاع. الزعتر هو منزل حدايا ولكن كيفاش تمسحات ما تصوراتش، يعني كنت كنصور ما عرفتش كيفاش. المهم ماشي مشكل. المهم اصلا كلشي كيعرف كيفاش. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم حضروا ولا شي حاجه وشافوا هذا الفيديو، راني انا ضفت التحميره والزعتر، حيت الزعتر تعطي لهاد الحشوه ولا اللي كيش واحد المذاق غزال. هنا غادي ندوز مباشره نحضر العجينه اللي غادي نحتاجو في هاد الكيش هادو. عندي هنايا الجبن المحكوك، عندي الزعتر، عندي كاس ديال الحليب، عندي الدقيق، عندي الملحه، عندي الابزار، عندي 3 ديال البيضات وكيس ديال خميره الحلويات. بالنسبه للبيض انا استعملت هنا بيض بلدي حيت كان عندي البيض بلدي درتو. داكشي علاش العجينه غادي تجيني صفراء، هذا علاش قلت لكم انا ضفت البيض بلدي، حيتاش العجينه راه جاتني انا في الشكل ديالها كما شفتوا صفراء، حيتاش البيض بلدي كون كان البيض الرومي ما غاديش يعطي داك اللون العجينه اللي يعني ما غتكونش صفراء. يعني هذا هو اللي خلى العجينه ديالي صفراء. هنا خديت زلافه هرست فيها هذيك البيضات، ضفت عليها الحليب. يعني غادي نضيف كلشي في مره وغادي نخلط. يعني بزار مليحه. يمكن لكم تضيفوا حتى بودره ديال الثوم في العجين ولا في الحشوه. انا ما ضفتهاش كاع، ما توفرتش عندي ما ضفتهاش، ما ضفت لا الثومه لا هي، يعني ما ضفتهاش وصافي. يمكن لكم تضيفوها. انا ضفت ديك شويه ديال الزعتر. هنا غادي ندير 3 المعالق كبار ديال الدقيق، يعني 3 المعالق يكونوا مقبين بالمزيان، حيت صافي ما غاديش نزيدو. يعني ماشي غنبقاو نخلطوا عيننا ميزاننا، كنديروا قياس في مره ونجمعوا ونخلطوا صافي. هنا غادي نخلط هكا مزيان مزيان مزيان، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الجبن وتا هو تنخلط ونخليهم على جنب. شفتوا كما قلت لكم العجينه عندي ولات صفري، بحال تقول دايره لها شي ملون اصفر ولا الخرقوم ولا شي حاجه، هي لا غير البيض البلدي هكا، يعني هو تيكون صفر بزايد عطاني اللون هكا. صافي كما شفتوا قلت لكم نخلط بحال هكا مزيان مزيان، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الجبن وغادي نخلط ونخليها على جنب. بينما الحشوه انا كيخلطتها وطيبتها كما شفتوا خليتها كتبرد على جنب، عاد دزت نحضر هاد العجينه بحال هكا، حيت ضروري يكون عندنا الحشوه بارده. عاد يمكننا نحضروا الحشوه من قبل، عاد نخلطوا هاد العجين بحال هكا ونخليوها حتى تبرد، عاد يمكن نخدموا بها. هنا كما شفتوا ضفت داك شويه ديال الجبن ونخلط ونحطها، يعني ما خلطش بزاف غير شويه بين ما ندمج لي بحال هكا، وغادي نحطها على جنب وغادي ندوز نحضر نعمرها معكم كما غادي تشوفوا معايا. يعني تيجيو لي كيش ساهلين، يمكن نحضروهم في رمضان ولا خارج رمضان، ولا
يعني سواء نديرهم حلوين ولا مالحين ولا بحجم عائلي اللي بغيتو. هنا خديت هاد الليمون بحال هكا دهنتهم بالزبده كما كتشوفوا. هنا بالنسبه للحشوه راه عندي بردات، خليتها بردات مزيان وصافي. غادي نبدا نعمر بحال هكا، غادي نحاول هنا نعطيهم نفس الحجم، يعني بحال هكا نضيف تقريبا معلقه كبيره وشويه في كل مول صغيور بحال هكا باش تيجيونا نفس القياس وصافي. بالنسبه لهاد القياس اللي درت معكم ديال الحشوه ولا ديال العجينه، عطاتني هنا 9 ديال لي كيش كيما شفتوا ديال الليمون بحال هكا. يعني كيما كتشوفوا هاد 9 اللي درت، هاد 9 بيصلات اللي حطيت هما اللي تعمروا. يعني جات هي هذيك ما شاط لي لا حشوه ما والو. صافي كنعمر بحال هكا كيما كتشوفوا. بالنسبه لهنا واخا كنضيفوا، يعني واخا تشوف تقول مثلا ديك العجينه غتفيض ولا شي، ما كيفيضوا حتى شي حاجه، نتوما غادي تشوفوا معايا. يعني ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، وكتقدمي شي حاجه مزيونه وكيجيو لذاذين بزاف. يعني كيجيو لذاذين بزاف. بالنسبه هنا يمكن لكم تضيفوا بلاصه دجاج الطون، بلاصه ديك دجاج الطون ولا الكفته ولا غير الخضره، يعني اللي بغيتو باش هما درتوهم تيجيو زوينين. صافي تنعمر بحال هكا كيما كتشوفوا معايا، وغادي نخوي عليهم ديك العجينه اللي حضرت معكم. يعني هادو بالعجينه السائله كتجي سهله، مازال فاش تنديروا العجين الاخرى اللي كنطلقوا نقطعوا نولي مونطيه على الليمون، يعني كيشد لك اليد بزايد. وهادو تيجيو ساهلين بحال هكا. هنا كيما شفتوا معايا غادي ندوز نعمر عليهم نخوي عليهم ديك العجينه. تنضيف تقريبا مغروف على كل على كل مول بحال هكا. يعني واخا تشوفوا معمرين بحال هكا تقول مثلا غادي في الفران غادي يفيدوا لي، ما يفيدوا ما حتى شي حاجه. وصافي غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كما كتشوفوا معايا. يعني تيجيو لي كيش غزالين، وكما شفتوا يعني الحشوه ديالهم اقتصاديه، ماشي شي حاجه يعني اللي عندك في الدار حطيه، اللي عندك في الدار يعني ديريه كحشوه. وبالنسبه للعجين السائر راك شفتوا ماشي شي حاجه اللي كثيره، ماشي شي حاجه يعني اللي مكلفه ولا شي حاجه ما كايناش. يعني الحمد لله كلشي عنده البيض في الدار، كلشي عنده الطحين، كلشي عنده الحليب يعني. ومع دابا الحمد لله رمضان كلشي كيجيب داك الفرماج الجبن، يعني ضروري كيكون عندكم هادشي في الدار. صافي هنا غادي ندخلهم من الفران، ومن بعد ما خرجتهم هنا من الفران غادي نضيف عليهم الجبن، وغادي نردهم غير واحد شويه. كما كتعرفوا ملي كنديروا الجبن كندخلوها للفران غير في جهه حسانيه، غير واحد شويه وكنخرجوهم. انا هاد الجبن اللي ضفت هنا استعملت غير جبن موتزاريلا، ما استعملت الجبن الاحمر يعني. وبالنسبه هنا التزيين بحال هكا من بعد ما طابوا، من الاحسن نديروا الجبن الاحمر، ما نديروش موتزاريلا، حيت انا درت موتزاريلا وشو كيعطيني هذا الشكل. ما المهم انا ما عجبنيش في الشكل، هما جاو لذاذ، ولكن انا هذا الشكل ديال هاد الموتزاريلا ما عجبنيش بحال هكا. حيت فاش نديرو فرماج احمر انا ما توفرش عندي، صافي قلت انا ماشي مشكل ندير غير هذا. ولكن الفرماج الاحمر كيعطيها ماشي بحال هاد الموتزاريلا، ما عطانيش الشكل في الوجه مزوين. وصافي هنا زينتهم بهذا التزيين، تيبقى اختياري. انا زينت هنا بمطيشه داك سوغيز وزيتون اسود والربيع. وفي الاخر هذا هو الشكل النهائي ديال اللي كيش اللي حضرت معايا كما تبعتوا شفتوا. الحمد لله الطريقه جد سهله والمقادير حتى هما بساط، وتنتحصلوا على نتيجه جد رائعه. يعني اللي كيش يستحقون التجربه، وتنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير. وحتى لهنا تكون وصلنا لنهايه الفيديو. تنقول لكم شكرا بزاف بزاف على مشاهده الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. الى اللقاء.